لما بعمل فيديو هيك بحكي عن حسابي وشو في حسابي وكذا وكل عن حسابي حلو، تجيني ناس بتكتب لي اترو، فكر حالك اترو. لك يا حبيبي انت يا عمري، سواء انا او كتير ناس مثلي لما بلشوا يلعبوا ببجي ما كانوا بيعرفوا لا ابن سوريا ولا بيعرفوا اترو ولا بيعرفوا ماهركو ولا بيعرفوا ابسروال ولا بيعرفوا البياتي، طبعا مع احترامي للجميع. بس اترو وابن سوريا مثال، عم نعطي اثنين هدول كانوا محظوظين وراحوا عملوا قنوات يوتيوب وصاروا مشهورين وصارت الناس تعرفهم. اما انا وغيري كتير اكتفوا باللعب، ما راحوا عملوا قنوات يوتيوب، او بالاحرى ما فكروا يعملوا قنوات يوتيوب، او ما كانوا يتوقعوا انه ببجي رح تصير بهالشهرة هاي. تمام. وشغلة تانية، اترو اللي عم تحكي عنه لو ما قناة اليوتيوب تبعه كان ما عنده حساب قد ربع حسابي هذا. بس اترو يا حبيبي اول شغله بتجي شدات من ببجي شهريه على المحتوى اللي بيعمله، وتاني شغله عنده مدخول يوتيوب. اوكي. اما انا شو عندي؟ لا عندي مدخول يوتيوب ولا بتجيني شدات من ببجي. مكتفي انا من شغلي، بروح بشحن وبفتح باكجات، ما عندي شي تاني. انا لا تقارني في اترو، لا تقارني بابن سوري حبيبي انت. وبعدين ابن سوري حكاها بعظمة لسانه، يعني شفتوا حساب ابن سوريا فيه شغلات حلوة. تمام. حكاها ابن سوريا بعظمة لسانه، قال انا ما كنت اشحن هاللعبة، قال كل شي باكجات كنت افتحها كانت هي شدات من ببجي. حكاها بعظمة لسانه. فالله يرضى عليك انت وهو، لما بدك تجي تحكوا شي اول شي فكروا قبل ما تحكوا. تمام. فكل انسان عنده اي شي تعبان عليه عنده اياه بيسوى الدنيا وما فيها. فلا تجي تقارني باترو، لا تجي تقارني بابن سوريا، او بالاحرى لا تقارن نفسك بحدا. تمام. لا تقارن نفسك بحدا، او مثل ما بنقول نحن بالعامية لا تكون لقلوق لحدا. لقلوق يعني مسيح جوخ. وتحياتي للجميع.